صباح الخير. الفيديو كان قطع المرة اللي فاتت. خلينا نقول كنا بنقول ايه بقى. مفيش حد مننا، وبتكلم هنا على رؤساء مجلس الإدارة. أولا أصحاب البيزنس، الأونرز، الجمعيات العمومية، رؤساء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة، مجالس المبثقة من مجلس الإدارة، رؤساء تنفيذيين، أعضاء منتدبين، رؤساء قطاعات. مفيش حد فينا مش عايز المؤسسة بتاعته يكون فيها استدامة، sustainability أو sustain to be sustain وجروث، إن هي تنمو. مفيش حد في البيت عندنا حتى في حياته الزوجية أو مؤسسة الزوجية اللي هو شريك فيها إن هو مش عايز هذه المؤسسة تستمر وتنمو بمختلف الاستراتيجيات. مش بنقول ننمو ازاي دلوقتي، يعني حجما ولا كما ولا كيفا، ولكن كل واحد عنده أهدافه. ومفيش حد عندنا برضو أو مفيش حد مننا مش عنده تخصص معين. يعني كل واحد، في اللي كان شاطر في الكريدت، وفي اللي كان شاطر او دايركتور، وفي اللي كان شاطر في اللوجيستكس وكان بيلعب لوجيستكس كويس، وفي اللي كان سي اف او، وفي اللي اتعلم على ايد والده لو هي فاميلي بيزنس وراح درس بره. في حاجات كتير. وفي اللي كان بيعرف يعمل تركيبه حلوه، وفي اللي كان بتاع برودكشن او انتاج. بس كل ده ملوش علاقة بالإدارة. يعني أنا النهاردة لو أنا مثلا أنا أشطر حد يمسك مشرط كدكتور، أنا مجرد إن أنا فتحت مستشفى خلاص انسى المشرط وانسى الدكتورة دلوقتي، مش انساها كومبليتلي، ولكن انت دلوقتي بتدير مؤسسة مش بتمسك مشرط. انت أحسن ان حد تمسك المسطرة بتاعة الهندسة لأن انت كنت مهندس، بس ده مش معناه ان انت أحسن حد تمسك شركة أو تدير شركة أو تفتح شركة. امال ايه اللي بيحصل بقى؟ احنا كنا بندرس في دراستنا العاديه ما لها علاقه بالدكتوره والهندسه او خبراتنا الشخصيه اللي هي قد تكون ملهاش علاقه بدراستنا الاكاديميه او في الكليه او ولكن في الاخر، وفي مننا اللي بياخد ماستر مثلا ودكتوراه، ولكن في الاخر الماستر والدكتوراه هو شوف مش هيعرف يعمل ده على فكره من غير ما ياخد ماستر مثلا. ليه؟ لان الماستر بتقول له كل كومبوننت، كل اداره في الهيكل التنظيمي بتاع الشركه بيشتغل ايه. طب انا بتخيل دايما ان انا جبت مهندس بتاع عربيات او بجيب واحد بتاع لتسي واحد يعني صنايعي مثلا في ورشه عربيات. هو بقى عارف كل قطعه غيار بتعمل ايه، وليكن يعني الاتش ار بيشتغل ايه والفاينانس بيشتغل ايه والسبلاي تشين بيشتغل ايه. بس قول له بقى طب ما تصنع عربيه لما انت عارف ان كل دول، عارف كل وظيفه كل واحده فيهم بتفكهم وتركبهم. طب ما تصنع عربيه، يقول لك ما اعرفش. الله، ما انت عارف كل حته في العربيه. طب ما انت عارف الاتش ار بيشتغل ايه لما خدت الماستر، عرفت الاتش ار بيشتغل ايه وعرفت الفاينانس بيشتغل ايه وعرفت كل واحد من دول بيشتغل ايه. ليه ما بتعرفش تعمل شركه؟ ليه الشركه مش ناجحه؟ معلش حط برضو دائما كراجل يعني متخذ قرار، معلش يعني نجاح وفشل المؤسسه والمشاكل اللي فيها حط على نفسك المسؤوليه كامله. سوري يعني ما تقولش ايه شويه البهايم اللي هم شغالين عشان بشوفها كتير ومية منك بجنيه واتكل على الله والباب يفوت جمل، شويه ناس ما يعرفوش يعملوا حاجه. في النهايه ايه العلم اللي غايب عندك؟ وده اللي يمكن يكلمني فيه حتى في كليه التجاره جامعه اسكندريه، ولذلك كان لسه مطلعين امبارح ان هم خلوها بدل كليه تجاره كليه اعمال. واي جس يعني اي هوب ان اللي احنا قلناه كان يبقى ليه اثر في الموضوع. عندنا بقى الجي ار سي، الحوكمه، نظم الرقابه، اداره المخاطر المؤسسيه. ده للاسف العلم اللي حتى كليات التجاره ما بيدرسوش بتعمق. ده للاسف اللي هو مش موجود في الام بي اي والماستر والدي بي اي والبي اتش دي والكلام الحلو ده. ليه بقى؟ ايه بقى الحوكمه ونظم الرقابه واداره المخاطر المؤسسيه؟ دي التروس، ازاي تركب هذه التروس على بعض. هذه التروس دي من اول التروس بتاعت الجمعيه العموميه، التروس بتاعت مجلس الاداره، مين بيشتغل ايه، مين بيعمل ايه. اولا الجمعيه العموميه دي بتشتغل ايه، بتعمل ايه، مهامها ايه، مسؤولياتها ايه. مجلس الاداره ده وعلاقته ايه بالجمعيه العموميه، وازاي مجلس الاداره بيشتغل. على فكره ده جوب ديسكريبشن بتاعك. اتحرك، انسى الدكتوره دلوقتي والهندسه بليز. ما بقتش دكتور ومهندس، بقت تشيرمان، بقت رئيس مجلس اداره. الجوب ديسكريبشن بتاعك، انا اسف ما تعرفوش، خلينا نكون واضحين، ما تعرفوش. ما الجوب ديسكريبشن جي ار سي. لو انا قلت لك جي ار سي تقول لي ما اعرفش يعني ايه حوكمه، ما اعرفش ده ليه. ما ده شغلنا. انا مش بشتغل دكتور دلوقتي خالص. انت بتشتغل رئيس مجلس اداره، ليك جوب ديسكريبشن، عضو مجلس اداره، عضو لجنه مراجعه، عضو وات ايفر في اي لجنه من اللجان الموجوده دي. فبالتالي انت محتاج ايه؟ محتاج العلم اللي ليه علاقه بالجوب ديسكريبشن بتاعك دلوقتي. تحط التروس على بعضها ازاي في هذه المؤسسه بحيث انها تعرف تمشي صح. من اول مجلس الاداره بلجان منبثقه. يعني لجنه هتصحى الصبح تعمل لجنه منبثقه او مش تعملها. طب انت عايز تنزل اي بي او وتجيب مستثمرين، طب انت عايز تجيب لون من اي بنك، مش هينفع من غير جي ار سي.
لازم يجي يعمل تيست على الكلام ده، عشان منه هيعمل دياجنوستيك ريبورت كده يعرف هو يحط في ينفست اصلا ولا لا، ولو هينفست بريسك عامل ازاي. او رؤساء التنفيذي نفس الموضوع، حضرتك ما تعرفش حاجه عن الموضوع، انت كنت شاطر في وات ايفر، مش هنختلف، بس هذه الشطاره هل معناها انك شاطر في اداره الشركه؟ في جانب اساسي، معلش الام بي اي مهمه والله بس عرفتنا قطع الغيار، كل حته في العربيه، كل حته في الشركه بتشتغل ايه وبتعمل ايه، بس نركبهم على بعض ازاي عشان يشتغلوا صح ازاي، هي دي المشكله. انا امبارح كنت يعني مع حد دايركتور في شركه مالتي ناشونال والله، بس يعني مالتي ناشونال مش مالتي لوكال مثلا، يقول لك ايه، يقول لك لا لا عادي يا سلام، انا مش عارف كنا بنسال على ايه كده، فيقول لك ده اداره المشتريات بتريبورت ليه السي اف او بتاع الشركه، كارثه انسانيه. ما هو ده هيبقى سي اف او مثلا، او سي او سوري، او عضو مجلس اداره، حد تاني وكان اتش ار ومفترض مالتي ناشونال، يقول والله انا لا انا عندي، انا اتش ار وكومبلاينس، يا جماعه دي اتس بيزك. طب مين ده؟ رئيس قطاع، فوقيه رئيس تنفيذي، فوقيه مجلس اداره، موافقين على ده، هو ده ايه؟ ده مصيبه اسمها كونفليكت في انترست، ومفيش سيجريجيشن اوف ديوتيز وفي فروض هيحصل، وفي سرقه هتتعمل ليله كبيره سعادتك. احنا بنيجي نشتكي، احنا كرؤساء مجلس اداره، كاعضاء مجلس اداره، كرؤساء تنفيذيين، اعضاء منتدبين، بنيجي نشتكي ازاي ده في مشكله؟ ما هو عشان حضرتك، ما هو ده منطقي جدا، لان انا ما اعرفش العلم اللي بركب بيه هذه القطع الغير على بعض، ما اعرفوش. لما ننزل ككونسلتنت ونيجي نقول يا جماعه مين الاونر، لو هي فاميلي بيزنس تحديدا، انا مشكله كتيره جدا في فاميلي بيزنس، او لما مكتبه هناك اهو بيشتغل اهو من 8 ل 10 بالليل، يا نهار ابيض. اول ما يقول كده تعرف بلاوي الشركه كلها وانت مغمض، تعرف ان فيها بلاوي. يقول لك سيب فلوسك، وانت لو سبتها كان ارحم بصراحه شديد، لان انت مكانك مش في الشركه كاونر، كمجلس اداره. احنا مترجمين مجلس الاداره غلط باي ذا واي، مجلس الاداره اصلا اسمه ايه؟ بورد اوف دايركتور، مجلس توجيه مش مجلس اداره. هو ما يعرفش ان هو اسمه مجلس اداره، بس هو اسمه غلط. حضرتك ما بتديرش، اللي بيدير الرئيس التنفيذي او العضو المنتدب. ما نعرفش مين بيعمل ايه، بيبقى عندنا في تشوهات في مش في الفكر، في معاني اداره البيزنس، ما بنعرفش نحط هذه التروس. فانا في الاستراتيجيه ما اعرفش. الجي ار سي عموما عشان ما اطولش عليكم، بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على الاستراتيجيات وازاي تعملها، مش ازاي تعملها تكنيكال، هتجيب كونسلتنت او ناس عندك عاملين ماستر طبعا يعملوا الاستراتيجي بتاعتك، وفي بروجكت اونر ليها، وازاي تظبط البيزنس يونتس، قطع الغيار، تجيب انت عايز تكون ايه، ذا سمارتر كونستراكشن كومباني، احسن واحد، اسرع دليفري في مصر، ارخص دليفري انت عايز تكون ايه؟ فبتظبط لها البيزنس يونتس بتاعتها، ده نو هاو بقى، انا كل كلمه هقولها وراها نو هاو كبير. بتظبط لها البيزنس يونتس بتاعتها عشان تعرف تحقق الاستراتيجيه، وبعدها بتعمل لها سياسات واجراءات ومصفوف صلاحيات ومسؤوليات. اروح شركات كتير ما فيش مصفوف صلاحيات مسؤوليات، ما فيش اصلا، ما فيش او ان هي حاجات من السيمي جفرمنت، او هي عقليه شويه سيمي جفرمنت، حتى لو شركه كبيره او من البيج لوكلز، بس ما تلاقيش سياسات واجراءات، ما عندكش اوبريتنج موديل، الناس كل واحد بيشتغل بدماغه، مفيش آلية ان انت تعرف تعين بيها المسؤولية فتحاسب الناس بشفافية وعدالة، مفيش. انت اللي بتبني البيئة الفاسدة، سوري يعني، فانت اللي بتبنيها، ما انت مش عارف بتبنيها ازاي. ما عنديش مصفوف صلاحيات ومسؤوليات، نروح شركات كتير تلاقي ايه؟ مصفوف صلاحيات ومسؤوليات شويه باراجرافات كده مكتوبين، مين بيعمل ايه محدش عارف، وبعدين ناس تحاول للتحقيق بقى، وناس تترفد واللي يفرض يفرض، ما انت مش عندك حاجه تفصيليه، تعرفش يعني لو قلت لك اوثرايزيشن ماتريكس تقول يعني ايه حضرتك مش ايه؟ رئيس تنفيذي، عضو منتدب، رئيس مجلس اداره، عضو مجلس اداره، عضو في لجنه مراجعه، فاقول لك دي تقول لي ما اعرفش، امال مين اللي يعرف حضرتك؟ ما لازم انت اللي تعرف، ما فيش حد، هجيب مين يعرف؟ هجيب سي اف او يعرف، واللي سي اف او باي ذا واي لازم يعرف برضه. خلصنا دول، عملنا بقى مؤشرات اداء، حضرتك بتعمل ايه بقى؟ قاعد ليل نهار لغايه الساعه 9 بالليل، هيجي لك غضروف على فكره، انت بزنس اونر، لغايه 9 بالليل هيجي لك الغضروف، وهيجي لك ديسك، وهيجي كل امر، وشعرك ابيض، انا اسف، وهتفضل تتسرق باي ذا واي، يعني هتفضل تتسرق ومش هتعرف تكبر. قولا واحدا، الموضوع مش اختراع، احنا ما بنخترعش بيزنس من جديد. فهتفضل نفس المشاكل اللي عندك، واحنا مغمضين بنكون عارفينها، بنقول للراجل بس ايه، معلش سيبنا كده 3 4